تعتبر المزيريب من أهم المناطق السياحية في محافظة درعا، وبحيرتها من البحيرات الشهيرة في سوريا. تقع بحيرة المزيريب في بلدة المزيريب في محافظة درعا جنوب سوريا، وتبلغ مساحتها نحو 1 كيلومتر مربع تقريبا، ويبلغ طولها 500 متر وعرضها 250 متر، وتعد من أهم المصادر المائية في محافظتي درعا والسويداء، فهي تؤمن مياه الشرب لعدد كبير من السكان. وتعتبر بحيرة المزيريب من أكبر المسطحات المائية في المنطقة الجنوبية. ومن حسن الطالع كانت هذه البلدة حديقة خلفية لمحافظة درعا وباقي المحافظات الأخرى، لأنها كانت ملاذ للترويح عن النفس في العطل الرسمية وسواها، وكانت تستقبل من السواح والزوار الكثير، وقد حول أزلام الأسد جانبا من البحيرة مرتعا للفجور والخمور واللهو بهذا الكزن الذي أصبح فيما بعد معقلا للثوار، ليكون ممرا للثوار الذين طهروا هذا المكان من دنس هذا النظام الأسدي الفاجر. تعتبر بحيرة المزيريب منطقة سياحية يقصدها السياح من جميع المحافظات، كما كان يقصدها السياح من البلدات المجاورة، كما أن السياحة قد تراجعت مع بداية الثورة السورية، وأن هذه البحيرة وفرت مياه الشرب والري إلى المناطق والبلدات المجاورة. ومنذ تاريخ انطلاق الثورة السورية المباركة باشر النظام بقصف هذه الأماكن الحيوية، تارة بالطائرات المروحية التي تلقي براميل الموت، وتارة عبر الطائرات الحربية والمدفعية والصاروخية، وذلك من أجل كسر إرادة هذا الشعب الذي صارع الموت من أجل أن يصنع الحياة. ورغم هذا بقي الثوار مرابطين في محيط هذا المكان، ووضعوا على عاتقهم حمايته من أي خطر قد يصيبه، لأنهم يدركون معنى وجوده في مقومات الصمود والاستمرار حتى رفع راية الحرية. رغم محاولات النظام البائسة لتدمير هذه البحيرة، إلا أن الثوار استطاعوا حمايتها لتوفير مقومات الصمود لهذه الثورة المباركة. مؤسسة بنيان الإنسانية، المكتب الإعلامي المزيريب.